بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شرحنا عن حاجة مختلفة شوية، وهو موقع ويزك. موقع ويزك ده عبارة عن موقع اللي هو الدورات الأونلاين، وإن احنا ممكن نعمل زي كده مثلا إن احنا قاعدين في مدرسة أو في كلاس وفي سبورة قدامنا وبنشرحها. الموقع ده سهل جدا نتعامل معاه، ومش هنطلب من حد إنه يسجل فيه تماما. احنا هنسجل للي هيشتركوا علشان يبقى كله تحت اسم أكاديمية الجرافيك، وهنسجل المدرسين طبعا اللي هيشتركوا معانا، اللي هم هتبقى هيئة التدريس بتاعة الأكاديمية. كل واحد فيهم هيبعت الإيميل الخاص بيه، علشان هنحدد معاه الوقت اللي هو هيكون فاضي فيه، ونحدد مواعيد الدورات أو الدورة اللي هو هيقدمها، مواعيد الدروس بتاعته. الدرس معاه ممكن يقعد نص ساعة، ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد ساعة ونص، مفيش أي مشكلة. بس يا ريت يبقى يعرفنا قبل الدرس الأول هو عايز الدرس طويل مثلا مدته قد ايه، وهيسيب مثلا 5 دقايق أسئلة أو 10 أو 5 أسئلة وخمسة هيجاوب على الأسئلة اللي بتتسأله أو كده. وإن شاء الله يعني نقدم حاجة كويسة وحاجة جديدة. ده بالنسبة للموقع، موقع ويزيك إديوكيشن أونلاين. هو التعلم عن بعد أونلاين، طريقة مباشرة. الأول طبعا لما بنسجل مثلا اسم المحاضر أو المدرس اللي هيدخل يشرح، بعد ما هنسجل اسمه جوه أكاديمية الجرافيك وبنحدد معاه المواعيد زي ما قلنا، بتوصله رسالة على الإيميل زي الرسالة دي كده، اللي هي بتوصل طبعا من كلمة أكاديمية الجرافيك، من أكاديمية الجرافيك. الرسالة عبارة عن invitation to present invitation to present an online course invitation to present an online course. ده الدعوة بتاعتك أو الرابط الخاص بيك أنت كمدرس، بتلاقيه موجود هنا في كلمة كليك هير عشان تدخل تبدأ الدرس. لو ضغطنا هنا هيبدأ يدخلك على الصفحة بتاعتك اللي هي المفروض انت مسجل فيها، اللي احنا هنديلك فيها، اللي هي عبارة عن ان انت هتدخل فيها الايميل والباسورد اللي احنا هنبقى عاملينه ليك، وبتبدأ تضغط على كلمة لاونش كلاس. لاونش كلاس علشان يفتح معانا صفحة الكورس او المحاضرة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. بيبدأ يحمل كده، وبعدين بيفتح. بنعمل ستوب هنا كده مثلا للكاميرا، وبنعمل لها هايد علشان ده هنعمله صوت وليس صوت وصورة. مثلا ممكن نعمل له مينيمايز هنا كده. ودول بيبقوا المدعوين او الطلبة، وهنا بيبقى فيه الشات زي ما احنا شايفين، وهنا الوايت بورد او السبورة بتاعتنا. ممكن من هنا نعمل وايت بورد 2 مثلا، وممكن نضيف فيها صورة، نضيف فيها اي حاجة. ممكن هنا ده البول ده تقريبا علشان مثلا لو هنعمل فوت مثلا ونقول اي فوت ايا كان. وبنعمل سيف اند ببلش ده علشان الكل يجاوب فيه الفوت. لو انا عايز بس احفظه عندي هعمله سيف بول. سيف اند ببلش بيظهر بالشكل ده كده، تبدأ الناس تعمل فوت. ده الاوبشن رقم 1 اللي هو نعم، بيقول لك كام في المية، وكام واحد صوت. وده الاوبشن 2 اللي هو لا،
وكم واحد صوت وكام فيلم. بعدين بنقفل دي ونقول له مثلا نو لو احنا مش عايزين نحفظها، وبعدين يس عشان نقفلها. تمام. طيب احنا ممكن من كلمة فايل دي في نيو تاب، في كلوز تاب اللي هو الوايت بورد. إيه ممكن نعمل ابلود فروم ديسكتوب مثلا، اي صورة من على الديسكتوب ولتكن دي، تبدأ هنا تترفع. بعد ما تظهر معانا، طب احنا هنكنسل الصورة دي علشان الصورة دي مساحتها كبيرة، وهنجيب اي صورة تانية ابلود. وهنجيب مثلا اي صورة من الصور دي ونبدأ نرفعها، ترفع معانا وبتظهر هنا كده في الوايت بورد هنا زي ما احنا شايفين. الصورة اترفعت، بنقف هنا كده نحطها في اي مكان احنا عايزينه. ممكن نقف هنا نكبر شوية كده او نرجعها زي ما كانت. وده بانر دورة مثلا المحاسبة على أكاديمية الجرافيك، ده قريب إن شاء الله هنعملها مع بعض عن طريق برنامج الإكسل. دي مثلا ممكن نحطها في الوايت بورد 2 أو السبورة التانية مع بداية كل دورة. مثلا مش شرط نحط دوت، يعني أنا قصدي إن احنا مثلا هنعمل وهنصمم مثلا صورة أو الشكل، بإن ما يبقى مكتوب مثلا دورة فوتوشوب CS5 مع مثلا الأستاذة نهال، وتبدأ دي تبقى ايه الواجهة بتاعت السبورة بتاعتنا او المحاضرة بتاعتنا. ونخلي الوايت بورد 1 ده فاضي عشان لو حبينا نكتب مثلا هنا، ده عشان نكتب تكست مثلا زي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اهلا بكم في دورات اكاديمية الجرافيك الاونلاين، التعلم عن بعد. بنحددها طبعا من ضغط كنترول ايه طبيعي يعني، وممكن من هنا ندخل لها لون الخلفية الباك جراوند، وهنا ممكن نلونها هي شخصيا الكلام نفسه. وطبعا هنا بنديله بولد مثلا، نكبر الخط. ممكن هنا عشان لو عايزين نعمل معادلات او زائد او ناقص او الكلام ده كله. وهنا ممكن نغير الخط عشان يبقى واضح اكتر، وده عشان يبقى مايل شوية بالطريقة دي. ونروح جاي ضاغطين بره كده خلاص. اللي احنا كتبناه يفضل زي ما هو كده بقى. ممكن نشيله نحركه هنا كده خلاص كده بالطريقة دي. طيب هنا ده حاجة اسمها فري هاند، ان انا مثلا عايز ارسم خط مثلا كده، او مثلا عايز اعمل سهم على حاجة هنا، او اكتب مثلا كده اي كلام. وده طبعا الموف، أداة التحريك بتاعتنا اللي ممكن نحرك بيها أي حاجة. هنا مثلا لو عايز أرسم أشكال، خط، مثلث، دايرة، أي شكل. هنا لو عايز أعمل شبكة، دي طبعا المحا عشان لو عايز أمسح أي حاجة زي ما احنا شايفين كده. وهنا أشكال زي أسهم زي غيره كده. طبعا هنا الابتسامات أو صح أو غلط اللي أنا عايز أحطها مثلا أحطها هنا. ده كده كان معظم اللي موجود هنا في الوايت بورد يعني. واكتر حاجة هتحتاجها هي طبعا ده، واهم حاجة بقى الاسكرين. كلمة الاسكرين ده علشان اشير الديسكتوب بتاعي. لما اعمل اضغط عليها يظهر لي ده، وبعدين بضغط على ستارت سكرين شير زي ما احنا شايفين. طبعا ملناش دعوة بالنود ده مثلا ان هو ايه
بيعمل دلوقتي شير السكرين بتاعتنا، وبيقول لك اختار ايه اللي انت عايز تختاره. فهنختار الديسكتوب عشان نقدر نشتغل بحرية كاملة عليه. تمام. وبعدين مثلا بنفتح الفوتوشوب كده، وبيبدأ كل الطلبة اللي عندنا بيشوفوا اللي انا بعمله على الجهاز بتاعي. دي اهم نقطة. ببدأ ان انا اشتغل واشرح اي حاجة انا عايز اشرحها، اي كلام انا عايز اقوله ببدأ اشرحه هنا، وكل الطلبة عندي بتشوفه. ده اهم حاجة ممكن ناخدها. بعد كده مثلا خلصنا، تمام، بنعمل ستوب شيرينج. اوكي، خلاص بيرجعنا ليه ما احنا موجودين. تمام. ده اهم حاجة موجودة، يعني مفيش مشكلة. ده لو انا هشغل ميديا مثلا من على اليوتيوب او اي مكان. هنا لو هرفع حاجة من على الديسك، ده هنا مثلا طبعا ده الرجوع والعودة، وده الايديت. بان انا مثلا عايز اتراجع كنترول زد، عايز احط حاجة بعمل لها كنترول في، عايز احدد كله زي ما احنا شايفين كده، واعمل له ديليت، كلمة ديليت، وابدأ امسح، وابدأ اجيب اي اداة تانية وارسم مثلا الخط ده مثلا. وبعدين اجيب اداة الكتابة واكتب اي حاجة مثلا، ولتكن يعني حاجة محاسبة طالما انا بشرح على حاجة محاسبة يعني. بس بالمنظر ده، وابدأ احطها في النص هنا. خلاص، واضغط تاني هنا واكتب مثلا الجارد المستمر مثلا بالطريقة دي مثلا. زي ما قلنا عايزين نلونه ازاي ونعمل في كل حاجة ازاي. ده كله يعتبر كل اللي موجود في الوايت بورد او سبورة الشرح او شاشة الشرح اللي احنا بنتكلم عليها. هنا طبعا الشات لو في اي مشكلة هيتكتب هنا. ان شاء الله هكون انا وصابر مثلا موجودين في الدعم الفني، متواصلين على طول مع الاستاذ او الاستاذة اللي هتقدم الدرس. وبعدين حضرتك مثلا تعبت مثلا او عايز تريح 5 دقايق او 10 دقايق عشان المعلومات او عشان الاسئلة في وسط الدرس مثلا، بتكتب او بتقول بريك مثلا ربع ساعة، وبتيجي مثلا على الوايت بورد دي مثلا، وممكن تعمل لها ديليت. تمام. وبنيجي مثلا نرسم مربع كده ونكتب جواه استراحة مثلا 5 دقائق، نحددها ونبدأ نكبر زي ما احنا عايزين كده، وبنبدأ بقى نلون زي ما احنا عايزين زي ما احنا قلنا كده. وخلاص نضغط في اي مكان وبعدين نسحبها نحطها استراحة 5 دقايق. بيبدأ بقى هنا الناس على الشات هنا تجيب لك الأسئلة أو اللي هم مش عارفينه. طبعا تقدر تكتم الصوت أو تعمله ميوت من هنا، تضغط خلاص كده الصوت بقى مش موجود. بتقعد انت مع حضرتك مثلا تسترجع معلوماتك أو أي حاجة. وبعدين بنقفل دي وبنرجع تاني نبدأ نشوف الشرح بتاعنا مثلا. ده كان أهم حاجة، وبتمنى من حضراتكم طبعا انضمام لمجموعة التدريس، ومجموعة مفيدة وفيها فايدة للجميع. ومنتظر آرائكم، ومنتظر مثلا أسئلتكم على الشرح ده، إن أنا ممكن أشرح حاجة معينة تانية ولا لأ. وربنا يسهل إن شاء الله، والأكاديمية من أعلى لأعلى بإذن الله بيكم ومعكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.